عبر محمد صلاح عن سعادته بقدرة ليفربول على حصد النقاط الثلاث أمام ساوثهامبتون، رغم أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال اللقاء الذي أقيم يوم السبت. وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز، قال صلاح: كانت مباراة صعبة، لقد قدموا خطة لعب جيدة ونجحوا في تنفيذها خلال الشوط الأول، لكنني سعيد لأننا تمكنا من العودة بقوة في الشوط الثاني وتحقيق الفوز. حديث غرفة الملابس بين الشوطين. وأضاف النجم المصري: شعرت ببعض الإحباط، المدرب كان غاضبا وحاول تحفيزنا بشدة، وهذا أمر ضروري أحيانا، لأننا لم نقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول وكنا بطيئين في تحركاتنا. وتابع: في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول تمكنوا من التقدم في النتيجة، لكننا أصبحنا أكثر خبرة في التعامل مع هذه المواقف، وأنا سعيد لأننا نجحنا في قلب الأمور لصالحنا. هل هذا هو الأداء الذي يصنع منه الأبطال؟ أجاب صلاح بثقة: نعم، لأنني لا أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، ربما تحسن أداؤنا قليلا في الشوط الثاني، لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال الشوط الأول. وأضاف: لكن إذا كنت تريد الفوز بدوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز، عليك تحقيق الانتصارات حتى في المباريات الصعبة مثل هذه. عن معادلته رقم أغويرو في قائمة هدافي البريمير ليج، اختتم صلاح حديثه قائلا: كنت على علم بالرقم القياسي، لكنني لم أفكر فيه أثناء المباراة. من الرائع أن أتساوى مع لاعب كبير مثل أغويرو، وأنا سعيد بهذا الإنجاز، والأهم من ذلك سعيد بالفوز.